كل أب وكل أم في الدنيا دي عندهم حلم واحد مشترك، إنهم يشوفوا ولادهم ناجحين وفي أحسن حال. دي أمنية عالمية محدش فينا يختلف عليها. لكن في تحليلنا النهاردة إحنا هنبص أبعد من مجرد الأمنية دي، وهنسأل سؤال مهم قوي عن الدوافع الحقيقية اللي وراها. طيب، خلينا كده نسأل نفسنا سؤال بصراحة. ليه بجد؟ يعني من جوه كل أب وأم بيبقوا عايزين ولادهم ينجحوا. إيه الهدف الحقيقي من كل التعب ده؟ يعني من المدارس والدروس والمصاريف والأعصاب اللي بتتحرق دي كلها، إيه النهاية اللي بندور عليها؟ تعالوا نفكر في الموضوع ده بعمق شوية. في الأول كده خلينا نتكلم عن الإجابات اللي كلنا بنقولها، الإجابات اللي متفق عليها اجتماعيا، الإجابات اللي على الوش. طبيعي جدا، يعني كلنا بنحلم إن الابن يبقى دكتور أو البنت تبقى مهندسة. دي وظائف محترمة وبتضمن مستقبل كويس. بنقول إننا عايزين لهم حياة كريمة، وكل دي أماني جميلة ومشروعة ومفهومة جدا، محدش يقدر يلوم أي حد عليها. لكن المصدر اللي بنستعرضه النهاردة بيطلب مننا نقف لحظة نكون فيها صادقين تماما مع نفسنا، ونسأل: هل في دوافع تانية يمكن تكون أعمق شوية مستخبية وراء الأهداف المعلنة دي؟ المصدر بيقول إن مفتاح الموضوع كله هو الصدق مع النفس، ببساطة لأن الهدف الحقيقي اللي في قلبنا وعقلنا هو اللي بنزرعه في ولادنا بشكل لا واعي، حتى لو عمرنا ما قلناه بصوت عالي هم بيحسوه وبيتشربوه. بكل صراحة بقى، هل ممكن يكون الهدف الأساسي هو الفلوس؟ أو يمكن عشان الفخر والمنظرة قدام الناس لما نقول ابني مهندس؟ أو حتى ممكن يكون تفكير عملي أكتر، زي إن الشهادة الكبيرة دي بتضمن جوازة كويسة ومستقبل مادي كويس؟ وهنا بقى المصدر بيقول جملة يعني ممكن تكون صادمة شوية بس بتجيب من الآخر. بيقول إيه؟ لو شغلنا ابنك طبال وادينا له 100,000 جنيه في الشهر، هتقول قشطة، مش لازم يروح المدرسة. تخيلوا الموقف ده كده، لو ابن أي حد فينا جاله شغلانة الناس ممكن تشوفها بسيطة زي طبال على كلام المصدر، بس بياخد فيها مرتب فلكي، كم واحد مننا هيقول ساعتها يا عم تعليم إيه بقى؟ المهم الفلوس. الإجابة على السؤال ده بتكشف وبشكل واضح جدا إن الهدف الأخير ممكن يكون مادي وبس. والمقارنة دي بتوضح كل حاجة. على السطح بنقول عايزين تعليم جيد، لكن في العمق ممكن يكون الدافع هو مكانة اجتماعية. بنقول عايزين وظيفة مرموقة، بس يمكن القصد الحقيقي هو دخل مرتفع وبس. طيب، وإيه المشكلة في كده؟ ما كل الناس عايزة تعيش كويس وتكسب فلوس. إيه هو بقى التمن اللي بندفعه لما بيكون التركيز الوحيد على المادة؟ خلينا نشوف. الفكرة المرعبة هنا إن قيمك الحقيقية دي بتتسرب للطفل بالتدريج. هو بيفهم مع الوقت إيه اللي يهم أهله بجد، فبيبدأ يعيد ترتيب أولوياته هو كمان عشان يرضيهم، حتى لو ده هيكون على حساب حاجات تانية أهم بكتير. وهنا بقى بنشوف الكارثة بتحصل. الأهمية القصوى بتبقى إنه يصحى الصبح يذاكر أكتر بكتير من إنه يصحى يصلي الفجر، والتركيز كله بيتحول ليه جبت كام في الامتحان بدل ما يكون على اتعاملت إزاي مع زمايلك النهاردة. بنبني جانب واحد في شخصيته وبنهدم جوانب تانية أساسية. المصدر اللي بنحلله بيستخدم وصف ممكن يكون واقعه صعب شوية على السمع، لكنه بيشرح العقلية دي بدقة شديدة عشان يفوقنا كلنا. المصطلح هو ابن الجحش، والمقصود بيه هنا حسب شرح المصدر مش الشتيمة، لكنه وصف دقيق للأب اللي بيتعامل مع ابنه على إنه مشروع استثماري، هدفه الوحيد إنه يحوله لماكينة فلوس، بغض النظر تماما عن تربيته وأخلاقه وقيمه. طيب، وبعد كل الكلام ده إيه الحل؟ هل معناه إننا ما نعلمش ولادنا ومنهتمش بمستقبلهم؟ لا طبعا. المصدر هنا بيقدم لنا وجهة نظر تانية بديلة وبناءة. الهدف البديل ببساطة هو إننا نغير البوصلة كلها، بدل ما نربي مهندس شاطر نربي إنسان نافع، إنسان بيستخدم علمه عشان يفيد اللي حواليه ويكون له أثر إيجابي في مجتمعه. بالطريقة دي التعليم نفسه بياخد معنى أعمق، ما بيبقاش مجرد طريق للفلوس، لا ده بيبقى أداة لتنمية الشخصية والعقل. والنجاح الحقيقي بيتقاس بالأثر اللي بنسيبه في الدنيا، مش بالرقم اللي في حسابنا في البنك. والأهم من كل ده إننا بنربي إنسان متكامل علميا وأخلاقيا وروحيا. الخلاصة يعني إن المشكلة عمرها ما كانت في العلم أو التعليم، زي ما المصدر بيقول العلم كويس. المشكلة الحقيقية في الهدف اللي بنحطه ورا العلم ده، هل هدف دنيوي بحت ومادي ولا هدف أسمى وأبقى؟ وفي النهاية التحليل ده بيسيب كل واحد فينا قدام سؤال لازم يجاوب عليه بصراحة مع نفسه: إيه الرسالة الحقيقية اللي بتوصلها لولادك كل يوم؟ هل بتربي شخص ناجح ماديا وبس، ولا بتربي إنسان صالح ونافع لنفسه ومجتمعه؟ الإجابة دي هتحدد كل حاجة.